بكم مجددا. أعلن في القاهرة عن تأسيس أول اتحاد عربي للتنمية العقارية بهدف تنمية المشاريع العقارية العربية. وأكد الدكتور سليمان الفهيم رئيس الاتحاد أنه سيتم تأسيس الأكاديمية العربية للعلوم العقارية بالتعاون مع جامعة جون هوبكنز الأمريكية. وقد كشف الدكتور أحمد مطر الأمين العام للاتحاد عن خطة الاتحاد لإنشاء 1,000,000 وحدة سكنية في الدول العربية وشركة عقارية برأس مال مبدئي قدره 20 مليار دولار، مشيرا إلى أن الثروة العقارية العربية تتجاوز 23 تريليون دولار وتحتاج إلى تبادل الخبرات لتحسين استغلالها. للمزيد حول الاتحاد العربي للتنمية العقارية ينضم إلينا الدكتور أحمد مطر رئيس الاتحاد العربي للتنمية العقارية. أهلا بك معنا دكتور أحمد. أهلا بك يا فندم. بداية، ما هي الأهداف الرئيسية التي خطها هذا الاتحاد والتي وضعها نصب عينيه بالنسبة للقطاع العقاري العربي؟ والله الاتحاد لديه أهداف ثابتة، أولها هي توفير مسكن ملائم لكل مواطن عربي. نحن لدينا 334 مليون مواطن عربي يعيشون في 22 دولة عربية يستخدمون 96 مليون مسكن، ولكن مع ذلك هناك نقص في الوحدات متراكم حوالي 3 مليون وحدة بمواصفات تكون مقبولة لدى المواطن العربي. نهدف إلى أن احنا نوفر المسكن الملائم من ناحية التخطيطية العمرانية، من الناحية المعمارية والإنشائية والهندسية والصحية والبيئية، وأيضا من ناحية السعر. أما الهدف الثاني فهو نحن نبتغي حماية وصيانة الثروة العقارية العربية المقدرة بحوالي 23 تريليون دولار والانفتاح على العالم من أجل تطويرها. وده يتم هذا كله من خلال تفعيل علاقات التعاون بين الأعضاء. نحن الآن نخاطب 22 دولة عربية، معنا أعضاء من 18 دولة، معنا أكثر من 350 شركة وبنك وهيئة حكومية وغرف تجارية. بنستهدف خلال هذا العام ان احنا نصل الى 3000 عضو. بنستهدف ان احنا نضع قاعدة معلومات لكل الشركات العربية التي يصل عددها الى 185 ألف كيان. نعم. نخاطبهم جميعا ونضمهم وننشئ لهم كيانات وآليات تنفيذية تؤدي الى ان احنا نرتفع بمستوى الفني من خلال التدريب، نرتفع بمستوى الاداء من خلال المعلومات، من خلال مركز للمعلومات، ننشئ مركز للتحكيم في المجالات العقارية، ننشئ ايضا مركز للاعلام العقاري لنشر الثقافة الاعلام اللي يركز على الوحدات والثقافة العقارات بشكل جيد. نحن بحاجة الى تنظيم المجال العقاري، بننشئ مركز تنظيم عقاري يأخذ التجربة الإماراتية اللي طبقت في دبي، مركز تنظيم العقاري اللي بيرأسه أخ مروان بالغليطة، بنحاول نطبقها في مصر. نحن نريد أن ننشئ لجان لوضع خريطة استثمارية لكل فرص استثمار في موريتانيا والسودان واليمن ومصر وكل الدول ال 22. نحن نريد أن يكون لدينا لجنة للتشريعات تضع دراسة مقارنة بين التشريعات العربية في البرلمانات العربية، بحيث ان احنا قد نقتبس ونطور بعض التشريعات في بعض الدول. نحن بحاجة ايضا الى انشاء اكاديمية، واعلنا امس عن انشاء اول اكاديمية عربية لعلوم العقارات بالتعاون مع جامعة جونز هوبكنز الامريكية، وبرئاسة شخصية امريكية ذات اصل عربي هو الاستاذ الدكتور محمد يحيى مطر، وبدعم من الدكتور سليمان الفهيم ومجموعة الأعضاء الإماراتيين. نحن سننشئ هذه الأكاديمية في مصر تهدف إلى تدريب كل العاملين في المجال العربي. نحن أيضا أعلن الدكتور سليمان عن فكرة وافق عليها الجمعية العمومية، وافقت عليها اليوم، وهي إنشاء صندوق لدعم الشركات، بحيث أنه أي شركة لديها شيء من التباطؤ أو التعثر المالي أو الإداري أو الفني بتقوم هذه الشركة بدعمها. أيضا تم الاتفاق على إنشاء شركة للتسويق العقاري على مستوى الوطن العربي، بحيث أنها تكون بورصة لجميع الوحدات. هذه هي الأهداف وهذه الأنشطة. أيضا دكتور أحمد عن إنشاء الشركة برأس مال مبدئي كما ذكرت 20 مليار دولار، يعني عملية إنشاء هذه الشركة ما الهدف منها؟ يعني كيف ستتم عمليات المساهمة من قبل الدول العربية المشاركة في هذا الاتحاد أيضا؟ نعم هو بداية حكومة ودولة الإمارات بدأت بالفعل في تقديم جزء كبير من هذا الاكتتاب، سيعلن عنه لاحقا وقريبا جدا. ثم سيطرح اليوم أيضا الاكتتاب في الجلسة الختامية للجمعية العمومية، بحيث أن الدول تشارك فيها، ثم تطرح لباقي العاملين من خلال الإعلام ومن خلال المؤسسات المالية المتخصصة. نحن نهدف من خلال هذه الشركة
إلى أمرين. الأمر الأول هو دفع المشروعات العقارية التي يحدث فيها نوع من التباطؤ، ودعم الشركات، بعض الشركات التي يحدث لها نوع من التعثر، ودعم فني وإداري ومالي للشركات العربية بصفة عامة، ثم دعم في النواحي التسويقية ودعم في النواحي التمويلية. كل هذه الأمور أعتقد إن إحنا عندنا إذا كانت ثروتنا 23 تريليون دولار، يبقى إحنا بنتكلم النهارده عن الشركة ميزانيتها 1 في 1000 من الثروة العقارية. أعتقد إن شاء الله أن هي ستجمع خبراء وستجمع ناس فنيين على أعلى مستوى مهاري، وستدفع بالنشاط العقاري العربي إلى الأمام، لأنه النشاط العقاري العربي هو يمثل 18% من الإجمالي الناتج المحلي العربي المقدر ب1.5 تريليون دولار. يعني نحن نؤثر في الاقتصاد العربي سنويا بما قيمته 225 أو 220 مليار دولار على الأقل. نعم. وهذا رقم هام وخطير، ويؤثر في 96 صناعة من صناعات مواد البناء بأشكالها المختلفة، وهي صناعات رئيسية ومؤثرة في الوطن العربي. نعم. طيب يا دكتور أحمد، يعني يبدو أنه طموحات الاتحاد كبيرة جدا فيما يخص هذا القطاع الحيوي في الدول العربية، والذي تعرض لضربة قاسية يعني في ظل هذه الأزمة المالية. تعديل بعض القوانين العقارية برأيك كيف سيساهم الاتحاد في تغييرها؟ تعرف النظم والتشريعات مختلفة من بلد إلى بلد، ويعني هناك الكثير من المعوقات تواجه هذا القطاع في كثير من الدول العربية، كيف ستحلون هذا الموضوع؟ نعم سيدتي، انه الامر يتعلق بالتشريعات. لدينا الان لجنه للتشريعات ترأسها الدكتوره أميمة صلاح الدين عضو مجلس الشورى السابق، واعضاء بها من اعضاء البرلمانات العربيه المتخصصين في العقار الشيخ حميد بن عبد الله الاحمر، والمهندس طارق طلعت مصطفى من رئيس لجنه الاسكان في البرلمان المصري. هؤلاء سيتولوا مع مساعدين لهم جمع التشريعات العقاريه العربيه ومقارنتها وتقديم النماذج الجيدة واقتباسها ونشرها، ووضع الملاحظات على بعض الدول أو بعض التشريعات العقارية في بعض الدول التي تحتاج إلى تعديل، ثم اقتراح التعديلات من خلال ممثلين في البرلمانات المختلفة. نحن لدينا في كل دولة من البرلمانيين من هو يعمل في صناعة العقار أو في صناعة مواد البناء، وسنستطيع أن نؤثر فيهم. نحن منظمة دولية ذات أهداف اقتصادية وتعمل في النطاق العربي وتعمل في الاختصاص العقاري، وبهذا الشكل نحن نمارس دبلوماسية تنمية من خلال التأثير على البرلمانات، من خلال التأثير على الحكومات. بهذا بنرعى مصالح أعضائنا، وبهذا بنستطيع ان احنا نفتح مسالك الحوار مع الحكومات ومع البرلمانات، وأيضا مع الإعلام الذي يدفعنا إلى ويدفع النشاط العقاري إلى أن يعرف به في كل المناطق في المنطقة العربية. نعم. ده مستهدفنا. أعتقد أن احنا المجموعة اللي موجودة النهاردة وتشكيل مجلس الإدارة اللي تم النهاردة، تشكيل رؤساء الشعب ورؤساء اللجان، احنا النهاردة انتخبنا 113 منصب في هذا الاتحاد، لأن الاتحاد طموحاته واسعة، وبالفعل احنا خصصنا الميزانيات اللازمة للأكاديمية واللازمة للمراكز واللازمة للجان واللازمة للشعب. وبهذا الأمر احنا بنحاول نوجد مرة شكل عملي انه لن ينتهي الاجتماع إلا والحسابات مفتوحة والمكاتب متشكلة والمشروعات موجودة، وسيتم اجتماع بعد شهر لمتابعة ما تم من إجراءات أولية، ثم اجتماع بعد 6 أشهر سيكون في دولة الإمارات أيضا لمتابعة مجلس الإدارة لما تم. نعم. وبناء عليه سيتم تعديل المسؤولين عن المناصب. الذي لم ينجح في إتمام مهمته الأولية في 6 أشهر سيترك منصبه وينتخب من هو أكثر منه فاعلين. الحاضرين يعني الجلسات الأولى بالنسبة لمؤتمر الاتحاد دكتور، لوحظ عدم حضور الشركات العقارية الكبرى رغم هذه الأهمية التي نتحدث عنها لهذا الاتحاد. كيف تفسر هذا الغياب بالنسبة للشركات العقارية والمعنية أيضا بهذا الموضوع؟ لا الواقع أنه كان النهاردة لدينا مئات من الشركات، إما بالحضور الفعلي أو بالتوكيلات. وكان في شركات كبرى، شركة هدرة هذه من أكبر شركات الإمارات، وشركة عجمان لاند، وشركات كثيرة من وكسب ومجموعة ضخمة من الشركات من الدول العربية، مجموعة طلعت مصطفى ومجموعات أخرى كبيرة موجودة. وهناك من بعض الشركات العربية اللي هي انتظرت حتى تشهد ميلاد الاتحاد ثم تتعهده برعاية أو تنضم إلى أسرته، وهذا أمر معروف في كل التنظيمات على مستوى العالم. الأمم المتحدة بدأت بعدد بسيط، في عصبة الأمم كانوا 7 أعضاء ثم زادوا، الجامعة العربية أيضا بدأت ب7 أعضاء. احنا النهاردة بدأنا ب 350 عضو من 18 دولة، وأعتقد أن في خلال الشهر القادم قد يتضاعف إلى 1000
وقبل نهايه السنه هنوصل ل 3000. ونحن لدينا الآن مشروع بالتعاقد مع شركة كوفس العالمية لإمدادنا ب 185 ألف اسم من أسماء جميع الشركات والبنوك والهيئات العربية، سنوفرها لدينا بحيث ان احنا نخاطبهم يوميا من خلال شبكة الانترنت ومن خلال جهاز تنشيط العضوية. نعم. على نهاية السنة ان شاء الله هيكون الوضع مختلف، والحمد لله كانت بداية قوية، ونسأل الله عز وجل التوفيق وأنه يعطي كل من أخلص يعني أجره. نتمنى لكم التوفيق. الدكتور أحمد مطر، الأمين العام للاتحاد العربي للتنمية العقارية، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك.